السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين اموركم على خير وبخير. جيت اليوم نشارك معكم واحد الشكيله الكاطو بمناسبه واحد الاسبوع عندنا، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد جوج شكيلات. كنتمنى يعجبوكم وفي تناول الجميع وينالوا الرضا ديالكم، وما تنساوناش من لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم، واللي ما مشاركش في القناه ديالي يدخل يفعل زر الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. وندوزو للمقادير وطريقه التحضير على بركه الله. غادي نحتاجو جوج ديال المارغرينات. انا استعملت هاد لا مارك هادي، غندير جوج. انا بلا ما نذكر لكم المقادير وعاد نولي نخدم، غادي نخدمو وانا تنذكر في نفس الوقت المقادير. هاد الزبده تجي زوينه بالصابلي. ندير الزبده، كنت دايره قبيصه الملح في الكسعه. دابا غادي نخدم هادوك المارغرينات مزيان نطلقهم، وغادي ندير معاهم جوج ديال الفاني. استعملت هادي فيها 7.5 غرام، ندير جوج ها هما. ومن بعد ما درت الفانيات ودرتهم في الزبده، دابا ندير شويه ديال الروح ديال لاطا، وكلها نكه باش ما بغى. اللي بغى يدير الكراميل يديرو، كل واحد النكهه اللي تتعجبو. صافي. هنا عندي 4 الكيسان ديال سنيده، انا عبراهم وحطاهم. كل مارغرينه فيها 2 كيسان. اللي بغى يدير 2 كيسان سنيده و2 كيسان سكر كلاصي ليه الاختيار. دابا نخدم هذوك الزبده مع سنيده مزيان حتى يدخلوا ببعضياتهم، عاد نضيف الزيت. هاهي من بعد ما خدمتهم دابا غادي نضيف الزيت. اول كاس الاول غندير انا في 2 مارغرينات، ندير 2 كيسان. صافي نولي ندخلهم مزيان، ونبقى نضيف البيض. هذيك الساعه عندي 4 البيضات، غادي نبقى نضيفهم شويه بشويه حتى نخدمهم كاملين. هيا دابا نبدا نضيف البيض. تنضيف الربعه كاملين، نضيف 4 الوحدات ونخدمهم مزيان. عاد نبقى نضيف الدقيق. دابا نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه حتى تجمع لنا العجينه. ما نقصحوهاش وما في نفس الوقت ما تكونش جاريه، وماشي تنعجنها. غنبقى غير تندخل الطحين باش ما يديفورمالناش الصابلي في الفران، يعني على وما يطلقناش الزيت. الا عجنتوها تطلق الزيت. على هذا الشكل هكايا. وانا تندخل حتى ندخل الكميه نتاع الدقيق اللي تكفيني. هيا من بعد ما جمعت العجينه وخليتها تحت شويه تنطيوها، وهنا طلقت واحد الكميه نتاع العجينه مع 2 بلاصيكات على هذا الشكل هكايا. طلقتها ما تخليوهاش من الوسط غليظه. طبعا انا غادي نستعمل هذا المرشم هذا، ونستعمل هذا المرشم. ندير 2 اشكال. صافي نبقى نطبعهم، وفاش نطبعهم نتايا غادي نديرهم في اللاطه وندخلهم الفران. عندي الفرن بالغاز، غادي ندير العافيه تحت منهم، العافيه مهيله باش ياخذوا لون واحد، ونولي نشعل عاد عليهم من الفوق يتحمر. اول الشكل الاول هو من بعد ما طاب درت هذا الموتيف نتاع الشكلاط. ما شاركتوش معكم، كلشي تيعرف يديرو. عندي هذا الشكيل ذوبت الشكلاط في بان ماغي ودرتو في المجمد، وليت حيدتهم وزينت هاد الشكيلات اللي لداخل بالملمع ذهبي، وخليتهم في الثلاجه
دابا درت هنا الكليكوز والناباج، خلطتهم ودوبتهم بباماغي، وغادي نبقى نخلط هذاك الشكل فوق من العجينه على هذا الشكل هذا. نبقى على هذا الشكل هكايا حتى نسالي هذا الشكل الاول. ها هو الشكل الثاني. دابا عندي عجينه السكر تنشاركها معكم بفيديو اخر. دابا غادي نطلقها ما بين جوج بلاستيكات. دابا نبقى نطلقها، كيتبركوا من الوسط وتسديو الجناب باش ما تيبقاش الوسط غليظ. صافي نسرحها نولي نرشمها بنفس المرشم. وفي هذا الاثناء راني قبل ما نبدا درت هاد الوريضات بهاد السيليكون هذا، درت وريضات في الزرق ووريضات في البيض باش غنزوق. طلقتها انا عندي هاد المرشم تنزوق به العجينه، واخا متنصحش به شي حد يشري هذا ما عجبنيش، ما تيخرجش الرشمه مزيانه عليه، غير الوسط اللي تيرشم. المهم باش ما تبقاش العجينه سامبل، اللي بغا يديرها سامبل راه تيخليها سامبل على هذا الشكل هذا. تنبقى ندير المرشم مايزينا ما تلصقليش العجينه في الكافي، صافي تنبقى نرشمو. تنبقى نهز في هذا الاثناء راني هزيت الكاطو ودهنتو بالناباج والكليكوز، ندير على الظهر ديال الكاطويه. صافي تنبقى نهز هاد العجينه ديال السكر غير بشويه باش ما تقردناش، نحيدو من هذوك الزوائد اللي كاينين. صافي تنحطوها فوق، نحاولو نقادوها مع على هذا الشكل هذا. وانا عندي هنايا دايره هاد السميه مركباها في هذه ودايره ملمع، وتنكتب السميه بهذا الشكل هذا، وتندهن الناباج في هذا الخنيط، وتندير وريضه بيضاء وجوج وريضات زرق على هذا الشكل هذا. ها هو من بعد ما ساليت الشكيلات اللي درت هادو بمناسبه السبوع، كنتمنى يعجبوا مولاتهم وينالوا الرضا ديالكم وبالصحه والراحه، والى فيديو اخر ان شاء الله.